ورا كل وش مبتسم ممكن يكون فيه وجع، ورا كل كلمة طيبة ساعات بيبقى فيه جرح مستخبي، ورا كل سكوت حكمة أو كرامة. البنت اللي بتدخل بيت عيلة مش بس داخلة تعيش مع جوزها، دي داخلة عالم جديد كله تفاصيل. في اللي هيحبها من أول لحظة، وفي اللي هيبصلها من تحت لتحت، وفي اللي هيفضل يختبرها كل يوم. بس ما تقلقيش، طول ما نيتك خير وقلبك أبيض وعقلك حاضر هتعرفي تعدي وتفرضي احترامهم ليكي وتعيشي صح وسط ألف نضارة سودا. لو انت مريتي باللي هقوله في الفيديو اكتبيلي في التعليقات، ولو كلامي لمسك اكتبيلي في التعليقات كلامك صح او سيبيلي قلب. انا اسيا عبد الرحمن ودي النضارة السودا. يلا بينا. قبل ما نبتدي فيديو النهارده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وكملي معايا الفيديو للاخر لو انت متجوزه في بيت عيله. يلا نبدا فيديو النهارده. الحياه في بيت العيله مش دايما سهله، وبتحتاج صبر وذكاء وهدوء، والزوجه الشاطره هي اللي تعرف تحافظ على نفسها، وهي في نفس الوقت بتبني علاقه كويسه مع اهل جوزها. لازم تعرفي ان اهل جوزك كانوا في حياته قبلك وليهم مكانة خاصة عنده، علشان كده تحاولي تكسبي قلوبهم بالكلمة الحلوة والمعاملة الطيبة، وتحترمي الكبير وتساعدي لو تقدري، وتحاولي تفهمي طباعهم حتى لو كانت مختلفة عنك. بس كمان لازم يكون ليكي شخصية وحدود واضحة، يعني ما تسمحيش لحد يتدخل في حياتك زيادة عن اللزوم، لكن من غير خناق أو مشاكل. التعامل بالعقل أوقات بيحل حاجات كتير، وطبعا الكلمة الطيبة والحكمة ليها سحرها. طيب لو حد بيحاول يضايقك أو في مواقف صعبة بتمر بيها، تعديها بأسلوب كويس وأدب واحترام، وتتكلمي بالراحة معاهم وشوفي النتيجة. لو النتيجة مش في صالحك تبدأي تدوري على طريقة تانية. المهم ما تسمحيش لحد يضايقك طالما انتي مش بتزعلي حد. يعني مثلا لو مش متقبلين فكرة ان جوزك يشتري لك لبس جديد او يخرجك، اتكلمي بالراحة واكسبيهم بذكاء. يعني مثلا وانت بتشتري لبس جديد مفيش مشكلة لما تجيبي لحماتك حاجة بسيطة هتفرح بيها وهتكوني كسبتيها، وفي نفس الوقت انت كمان هتكوني سعيدة لانها مش هتعملك مشاكل كل لما جوزك يخرجك او يشتري لك حاجة. مثلا مش بيستقبلوا اهلك كويس لما بيزوروكي، تتكلمي بالراحة وتتعاملي بحكمة. لو مفيش نتيجة تدوري على طريقة تانية بس برضو بحكمة. المهم لازم تاخدي موقف، لازم تعملي لأهلك كرامة، ولازم يكون ليهم مكانة واحترام عند أهل جوزك. ولو عايزين فيديو عن المشاكل في بيت العيلة اكتبولي في التعليقات وانا هعمل فيديو. مش بس كده، في حل المشاكل كمان. ياريت تكون حياتك معاهم في بيت واحد بس مختصرة مع نفسك، بمعنى تتجمعوا مع بعض في اي تجمع، تكوني مريحة في الكلام وخفيفة وكلامك طيب. لكن 24 ساعة مع بعض هتحصل مشاكل كتير جدا جدا. انتي مش مرتبطة بجوزك، انتي دخلتي عيلة كاملة. كل ما كانت علاقتك بيهم طيبة ومحترمة كل ما حياتك مع جوزك هتبقى اهدى واجمل، وهو نفسه هيقدر ده جدا. في الاخر افتكري دايما ان طريقتك في التعامل هي اللي بتفرض احترامك على الكل. مش لازم تكسبي كل الناس، لكن لازم تبقي مرتاحة مع نفسك وما تغلطيش في حد. عاملة اهل جوزك زي ما تحب اهلك يتعاملوا مع مرات اخوكي، بالكلمة الحلوة والنية الطيبة بحدود. حطي تحت كلمة حدود خط، هتحمي كرامتك وتحافظي على حب جوزك ليكي. الست اللي تعرف توازن بين احترامها لنفسها وحسن معاملتها للناس دي مش ست عادية، دي ست ب100 راجل. ولو انت غير كده اكتبيلي في التعليقات انا هبدأ اغير من نفسي او سيبيلي قلب. وعايزة اقول ورا كل نضارة سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. سلام.